تقول لنا الازمه ايه بالظبط يعني؟ ايه رايك؟ اه يعني ايه؟ شايف بعينيه. لا، ما هو انت كسواق يعني هتشرح لي الدنيا، فاهم انا قصدي ايه؟ سبب الازمه ايه انتوا شايفين؟ الازمه ان احنا كل يوم واقفين نفس الوقفه دي، طب وما كلها تعظم بضغط. يعني احنا عندنا ورديه بعد الورديه على الميكروباص. يعني وقفه الجاز دي بتعتبر ورديه ثانيه. طب اصور معاك الكلام دون؟ اوكي طيب الحق بس. ماشي، قول يا باشا. انت ممكن تلاقي واحد من المتاخرين ورا الجيوب من اخر الدور وتمشي بالكاميرا بالدور لحد ما انا عملت كده. هينفض. اه طب اصور مع السواقين ممكن؟ اصور مع السواقين ممكن؟ خلاص ايه خلاص ايه الشارع. صور يا عم. طب انت شايف سبب الازمه ايه يا اساسا؟ طب انت سبب الازمه ايه يا جماعه؟ سبب الازمه بتاعت الجاز دي ايه؟ مفيش في الانتباه كلها. يعني وزاره البترول ما بتضخش جاز ولا ايه؟ لا. انا في سواق قال لي ان دي تعتبر ورديه ثانيه، الكلام ده صح؟ يعني هو وقفته هنا تعتبر ورديه. السولار مشكلة جديدة وأزمة لا أحد يعلم السر وراءها، وهذه الصورة هي خير دليل على هذه الأزمة. ترى هل هي الحكومة أم القطاع الخاص أم وزارة البترول؟ محمد شريف لفيسبوك.